السلام عليكم حبابنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيناكم اليوم بالحلقه 23 من مسلسلكم الشيق كاينه ظروف. الحلقه ديالنا سالات فاش حنان عيطت على فوزيه وناديه وقالت لهم عتقوني عتقوني جميله. هنا فين سالات الحلقه ديالنا. المفاجاه اللي غادي تكون في الحلقه الجايه هي ان جميله لقاوها طايحه وغيهزوها للسبيطار وغيفاجئهم الطبيب غيقول لهم مبروك عليكم باللي جميله حامله. هنا غنشوفوا ان جميله ملي غتسيق الاخبار غادي تبكي بزاف مسكينه وغادي تنهار، لان تعداو عليها هذوك المجرمين وخلوها مسكينه. غادي يحاولوا يهدنوها، غتهدنها فوزيه وغادي تواسيها وغتعامل معاها بحال الام ديالها. غتقول لها بلي داركم ما وقفوش معاك ولكن حنا معاك. غيوقفوا معاها مساكن وما غاديش يتخلاو عليها. نمشي معاكم دابا للزهور. الزهور اللي كيوجدوا باش انهم يضربوا اللاك ديالهم هي وزين. غتجي عندها كنزه وغتقول لها باش انهم خصهم يضربوا اللاك ديالهم. كيف شفنا ان زهور باقا كتألم ورا ديك العمليه اللي دارت، ولكن ما كتحاولش تبين لهم. ولكن للاسف ما غاديش يكمل لهم لاك ديالهم، لان زهور في الوقيته اللي غيكونوا بغاو يضربوا لاك ديالهم غادي طيح، لان صبرت حتى عيات ولكن ما قدرش مازال تخبي الالم ديالها. كيف قلت لكم في الحلقه السابقه انهم غادي يهزوها المستشفى. غادي تكون الحاله ديالها غتكون عيانه باقي زهور بزاف. غيقول لهم الطبيب بلي العمليه ما دازتش مزيان وانها باقي الجسم ديالها ما تحملش الكلوه اللي حيدوا لها. وكيف قلت لكم في الحلقه السابقه ان زين غادي يبقى فيه الحال بزاف وما غاديش يتخلى على زهور. غيبقى معها في المستشفى حتى كتولي بخير ان شاء الله. غادي نشوفوا ايضا في الحلقات الماجيه ان زين وزهور غادي يتزوجوا. وزين كيف قلت لكم انه وقف المشروع ديالو غيولي خدام مزيان، والمشروع ديالو اللي مسميه بسمية زهور. نمشي معكم دابا المحسن اللي غادي تتدهور الحاله ديالو بزاف وغادي يدخل في حاله المغرب باش انه يتعالج في المغرب. ولكن ما غاديش يقدر يتعالج دغيا لان الحاله ديالو غتكون تدهورات بزاف، يعني غيكون تعطل. من بعد غيبقى فيه الحال بزاف وغيأنبو ضميرو وغيحاول انه يصلح العلاقه ما بين الفنانه ديالنا ساميه أقري مع بنتها رانيا. وفعلا كيف سبق لي وقلت لكم ان رانيا غادي تصنت للاب ديالها وغادي تسامح مع الام ديالها ناديه اللي غادي تهديها هي لينا. حبابنا كانوا هادو هما احداث الحلقه الماجيه. نتمنى يكونوا عجبوكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك ولي كومونتير ديالكم وشكرا على التفاعل ديالكم. بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.